اقسم لكم بالله الا ديك السيده كذابه ومجهده، وانا غنقول لكم شنو مخبيه عليكم. انا كنت ساتراك حيتاش انا بنت الناس، انا بنت الناس وماشي بنت الحرام. انا كنت ساتراك وما بغيتش نخرج الهضره ديالك حتى مع اقرب المقربين ليا، ما خرجتش الهضره ديالك. هذيك السيده اللي طالعه كتبكي عليكم، واللي دايره داك الدراما، واللي دايره ولادي و اختي كنتي في عز المشاكل ديالك مع راجلك، وانتي جالسه عند شيك شوب. يلاه مشيتي عند شيك شوب ب3 ايام ولا ب4 ايام، وهزيتي راسك بعدا عيطتي لي في التليفون وقلتي لي الحكومه عرفتي شنو غادي ندير غدا، شنو غادي ندير بعد غدا. قلت لك شنو غادي ديري؟ قلتي لي غندير الشفط وغنمشي نقطع الكرش ديالي ونزيد في اللور، باش منين غادي تجي وقت الجلسه اللي غادي نتقابل مع راجلي غادي نخلعو بلاطاي ديالي. وجيت انا لكازا الله غدا ديالو، جيت لكازا وجيتي عندي لهاد لوطيل هذا، راه كاينين الكاميرات ياك. انا ما كنشرفكش، وانا ماشي صاحبتك، وانا ما كتعرفينيش. علاش اختي جيتي عندي للوطيل وجلستي هنايا في هاد البلاصه ودرت لك اتاي وشربتيه، والله غدا ديالو كان عندك العمليه ديال الشفط وتقطعي الكرش وتزيدي في اللور وديري داكشي ديالك. اللي هادشي اللي درتي ديال الشفط وديال عمليه التجميل اللي خلى راجلك واخا انه كان باغي يردك، حلف انه ما غاديش يردك. واختك من تماك اختك سدات عليك. انا ما تنكذبش، وانا ما غاديش نبكي ونبقى نضرب في وجهي انا كنهضر معاك بالواقع. درتي العمليه ديال التجميل وداتك سناء شيك شوب، ومشيت حتى انا لحقت عليكم من غدا، مشيت عند البيت المعمور، ديت له الباسبور ديال الوالده ديالي باش غيدير لها العمره، ولحقت عليكم الكلينيك اللي كاين هنا قريب لي في لوطيل، وجلست معك النهار كامل في الكلينيك فاش درتي الشفط وداروا لك الدكتور اللي قال لك خلصي لي غير الثمن ديال الكلينيك وخلصي الدواء ويديا غنديرهم لك فابور مقابل الاعلان. اللي داك الدكتور لدابا مازال ما درتيلوش الاعلان وكتهربي منه كتقولي له الا درت لك الاعلان راه غادي يتقلب عليا البوبليك. ها هادشي ما قلتيش للمغاربه، ما طلعتيش بكيتي على المغاربه وقلتي لهم راه عندي الفلوس، عندي 2 المليون ديال الكلينيك باش نفتح وباش ندير الشفط، وما عندكش باش تقابلي ولادك ياكي. ولادك ما عندكش الفلوس باش تقابليهم. انت اختي ملي دابزتي مع راجلك وحنا كندبروا لك في الاعلانات، الاعلان التالي اللي ما كتقبطيش فيه كتقبطي فيه 5000 درهم. ودخلوا خوتي وحسبوا لها شحال من اعلان خدمات ملي دابزت مع راجلها وقالت لك هي ما عندهاش باش تهز ولادها. لا حبيبه، عندك باش تهزي ولادك. والبارحين فاش وقع لنا المشكل وعيطت لك ابيل وكانت معنا سناء شيك شوب في الابيل، فاش قلتي لي انا ولا راجلي عندك يغرك راجلي، هكا قلتيها لي، وحياه امي اللي ما نكسب غيرها، وحياه ولدي اللي ما نكسب غيره، وبغيت يا ربي تشتت لحمي في الشانطي الا كذبت عليها. الا قالت لي هكا بعظمه لسانها في التليفون، كنا في ابيل مشتركين ب3، كانت سناء وكانت هي وكنت انا. قالت لي عندك يحسب لك راجلي يغرك وتشوفيه هكاك، راه الا مشيتي حتى قلتي عليا شي حاجه في الطبيب ولا في الشفط ولا والله تينوض ويدعيك ويهبطك للحبس. قلت لها انا من حبيبه هاد راجلك كيبغيك حتى لهاد الدرجه ويهبطني للحبس انا وراكي كتهددي في انا اللي قلت لها كتهدديني، وانا عندي كلشي. شوفوا انا كنقول لك اختي من هاد اللايف اللي فيه 32000 ديري ستوري واعطيني ترخيص باش انني نحط داكشي اللي عندي، وديك الساعات منين نحطو نتوما يا المغاربه يدكم طويله عليا. انا غنسد هاد الشيء كامل في السوشيال ميديا وغادي نخوي، واللي بغيتي ديريها ديريها. قالت لي عندك يغرك راجلي، شتي راجلي الا شاف عندي شي مشكل والله تيهزني بسنانو. ملي اختي انتي هاد راجلك يهزك بسنانو، وهاد راجلك انتيا واخا ديري له اللي درتي له ما يتخلاش عليك ويوقف معاك. اختي شنو قضيتك انتي؟ وانا بغيت انا كنسولك من هاد اللايف شنو قضيتك انتي وهاد راجلك، بغيت نعرف. ولا لاحظت خوتي هاد النهار في اللايف كله هضرات على 3 الناس اللي هما انا وصاريكول وعجوزتها، راجلها ما جبداتوش بتاتا. واللي ما تاقش في هضرتي يرجع لللايف راه كاين في اليوتيوب وتفرجوا له من احتى لزاد.